خذوهات ما بين لاعبي القوة الجوية. جهة اليسار شريف عبد الكاظم، ممكن مرور من شريف، ممكن التسديد. الله 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 على روعة الهدف شريف عبد الكاظم. جول رائع للصقور، هدف روعة للاعب شريف عبد الكاظم. الله 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 بكل دقة وإتقان شريف عبد الكاظم يسجل أول أهداف المباراة في مرمى نفط الوسط، وهدف جميل 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 لشريف عبد الكاظم يضع أول. الماضية هو فلوران ديدر كابتن فريق نادي نفط الوسط. هذه محاولة خطيرة، ويلسون يقطع محاولة، ممكن الآن لوكاس هذه المرة يسجل جول لنفط الوسط. لوكاس البرازيلي يسجل هدف التعادل بخطأ لويلسون. ويلسون يخطئ مدافع نادي القوة الجوية، ولوكاس سانتوس يمنح نفط الوسط هدف التعادل في مرمى القوة الجوية. لوكاس سانتوس يستغل خطأ مدافع نادي القوة الجوية ويلسون أكاكبو ويضعها من تحت الحارس فهد طالب. هذه المرة ينجح لوكاس سانتوس أمام الحارس فهد طالب بعدما أضاع فرصتين. وهنا ابتسامة نبيل عباس نجم منتخب الجزاء، ومرت إلى ركلة ركنية أخرى. القوة الجوية لا زال يهاجم على مرمى نفط الوسط، والثاني جول ثاني للقوة الجوية. مهند عبد الرحيم يسجل هدف ثاني ويرفع رصيده إلى 16 هدف وصدارة الهدافين للدوري العراقي. مهند عبد الرحيم اللي يصبح أول لاعب في مباراة نفط الوسط والقوة الجوية يسجل في مرمى الفريقين. كنا نتحدث عن مهند عبد الرحيم، إذا ما سجل في هذه المباراة يصبح اللاعب الوحيد من خلال لقاءات القوة الجوية ونفط الوسط اللي يسجل في مرمى الفريقين. إذا مهند عبد الرحيم يسجل هدف ثاني بخطأ دفاعي للاعبي نفط الوسط، ويسجل هدف ثاني لفريق نادي القوة الجوية، ويتقدم القوة الجوية على نفط الوسط بهدفين مقابل هدف واحد. لاحظ عمل كبير من رسلان وفلوران ديدر اللي أعادها بشكل خاطئ، استغلها مهند عبد الرحيم داخل منطقة